السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أخيرا موضوع الطبي يا جماعة. موضوع اليوم في غاية الأهمية، لازم كل شخص يسمع هالكلام. أحد الأصدقاء قبل يومين أو ثلاثة جالسين سوا، قال لي خالد الوالد عنده سكر وضغط ومش مهتم، يطلع ينزل. ما فكر. يقول فجأة لسانه ثقل، ما عاد صار يشوف، صار عنده دوخة ويطيح دائما من جهة اليمين، الجزء الأيمن من جسده صار ثقيل. المهم تبين ان والده الكريم جته جلطه في المخيخ وليس المخ، في المخيخ. اسال الله تعالى ان يشفيه ويعافيه. موضوعنا اليوم جلطه المخ. ما في احد منا الا ولازم عنده احد افراد العائله، اما كبير في السن او كبيره في السن او في سكر ضغط. يا جماعه هذه اشياء مهمه جدا. جلطه المخ الله يعافينا واياكم، الدقائق فيها تساوي ذهب، مهمه جدا، قد تمنع باذن الله تعالى مضاعفات خطيره ودائمه. بتكلم لكم عن المخ وش يعني جلطة المخ، وش الحاجات اللي لما تشوفها في أحد تلقط على طول طوارئ مباشرة. باختصار شديد جدا، الدماغ تغذيه ثلاث شرايين رئيسية: الشريان الدماغي الأمامي والوسطي والخلفي، نسميه حنا ACA MCA PCA. وكل شريان من هالشرايين الثلاثة مسؤول عن جزء معين في المخ يغذيه. تمام إلى هنا؟ أيضا المخ يقسم إلى أماكن يسمونها البرين اريا، كل مكان مسؤول عن شيء معين في غاية الأهمية. بوريكم كيف عشان تكونون في صورة. حنا قاعدين نطالع الفص الأيسر من الدماغ، يعني هنا الأمام وهنا الخلف، حنا نطالع من اليسار. هذه منطقة الإحساس، وهذه منطقة الحركة، هذه منطقة الكلام، هذه منطقة السمع، هنا وخلف منطقة الإبصار. هذا المخيخ مسؤول عن التوازن وأشياء ثانية. الأمام هذا أمام الدماغ مسؤول عن الشخصية والتركيز وحل المشاكل والتخطيط، الجزء الأمامي هنا. هي تقريبا 50 منطقة في قشرة المخ. ما علينا، نرجع للشرايين الآن. كل شريان من الثلاثة اللي قلت لكم يغذي منطقة معينة. هذا المخ الآن نطالع برضو من اليسار، الجزء الأحمر هذا يغذيه الشريان الدماغي الوسط، الأصفر الأمامي، الأزرق الخلفي. فائدة الكلام، فائدة لما يجينا واحد ما يقدر يتكلم فنقدر نقول ان الشريان اللي يغذي منطقة الكلام هو اللي يتأثر. بالمناسبة مركز الكلام موجود في الفص الأيمن وفي الفص الأيسر، لكن أيهم اللي شغال؟ إذا أنت تكتب باليمين فاللي شغال يسار، إذا أنت تكتب باليسار فاللي شغال اليمين. أول شيء قبل أدخل في الأعراض، كيف تحدث الجلطة وإيش أسبابها؟ أحيانا هالجلطة اللي سكرت الشريان اللي في المخ أحيانا تكونت داخل الشريان هذا، وأحيانا تكونت في مكان آخر من الجسم لكنها سافرت إلى المخ. شوفوا مثلا هنا جلطة تكونت في القلب وسافرت، طلعت، هذه هي طلعت سافرت إلى أن جت شريان صغير وسكرته في المخ. الجزء من المخ اللي كان يتغذى من الشريان اللي تسكر سوف يموت بلا عودة إلا لو لحقناها بسرعة. لهذا الأعراض مهمة جدا جدا عشان تميز. وش أسباب جلطة المخ؟ عدة أسباب بقولها على السريع مهمة جدا. السبب الأول والأهم هو ارتفاع ضغط الدم. هذا الكلام بناء على الأمريكان ستروك أسوسيشن اللي هو منظمة الجلطة الأمريكية. هذا الحفاظ على الضغط مهم، التشيك على الضغط، الحفاظ على أدوية الضغط لمن فيهم ضغط. يأتي بعدها السكر. السكر مهم أنك تتحكم فيه. شفنا كثير ناس مهملين للسكر ومهملين للضغط. أذكر جانا واحد عمره 54 سنة تقريبا على ما أذكر، كان مهمل الأدوية وتارك أولاده كانوا يقولوا له اكل أدوية الضغط. جانا بجلطة مخ، جته جلطة مخ، يعني نسأل الله العافية لي ولكم ويشفيه، ثقيلة. بعدها قرر لن يترك أدوية الضغط إطلاقا، فلذلك الحفاظ عليه مهم. ونبه من تعريف السمنة، ارتفاع الدهون، ما تسوي رياضة، التدخين، أمراض القلب مثل ارتجاف الأذين، يعني الأذين حق القلب يرجف كذا، ما ينبض، يرجف، فتتكون الجلطة وتسافر مباشرة للمخ. وأكثر من سبب، ما بيطول عليكم. نخش على طول الآن في أعراض الجلطة. الأمريكان جمعوا أعراض الجلطة عشان يعلمونها الشعب بكلمة بسيطة جدا ولا تشمل كل الأعراض، يعني أهم الأعراض بقولها لكم وبزود. العرض الأول جزء من الوجه تلاحظ أنه طايح، والجزء الثاني شاد. العرض الثاني ثقل في الأطراف، يحس أن يده ثقيلة ما عاد صار يشيلها، ما يقدر يشيلها، يجيك يقول لك يا ولدي يا فلان أحس بثقل في يدي. العرض الثالث صعوبة في الكلام، تحس لسانه ثقيل، يعني شفتوا السكران كيف يتكلم زي كذا تقريبا. يقول لك أحس بتنميل بعد في جزء الأيمن أو في أطرافي مع ثقل فيها، هنا تنتبه. وتحس انه ملخبط كذا، يسمونه confused، يعني ملخبط.
او يجي يقول لك انعميت ما عاد تشوف. مع هذه الاعراض يصير يفقد التوازن، لما يوقف يطيح، ما يقدر يحافظ على توازنه زي ما صار مع والد صديق الله يشفيه ويعافيه. ليش الوقت من ذهب؟ لان اذا لحقنا الجلطه خلال الثلاث ساعات من بدايه الاعراض نقدر نفك الجلطه بدواء معين. لذلك 3 ساعات الاولى هذه مهمه. بعض الابحاث يعني وصلوها الى 4 ساعات ونص. هذه اذا كانت عبر الوريد، احيانا توصل الى 6 ساعات، احيانا اذا كانت عبر الشريان. ما علينا ان تحفظ مني ان الوقت في غايه الاهميه. يعني اول 3 ساعات هذه يسمونها الجولدن اورز، الساعات الذهبيه. حساب الوقت سهل من بدايه الاعراض، لكن المشكله وين؟ لما يكون المريض نايم. كيف نحسب الاعراض؟ تحسب الوقت من اخر مره شفنا فيه هذا المريض سليم. يعني شفناه الساعه 11 الليل سليم، فصح الساعه 1 الليل فيها اعراض، فمتى يبدا الوقت؟ يبدا من الساعه 11 الليل، من اخر مره شفتوه سليم. طبعا العلاج ما ابي ادخلكم في دوامه علاج، يعني ما راح تفيدكم صراحه، وما راح يعني تسوونها الا من كان طبيب، ومن كان طبيب لن يكون في حاجه لي. لكن بعطيكم لمحه سريعه جدا في سنة. اذا كان المريض في اول 3 ساعات يعطونه شيء يكسر الجلطه يسمونه ثرومبوليسيس، يعطونه مسيل دم بعدها، يعالجون الضغط، يضبطون السكر. الشيء اللي مهم بعده يسمونه ريهابيليتيشن، يعني اعاده تاهيل الاطراف الثقيله اللي كانت في يده، يسوي لها تمارين وعلاج طبيعي عشان تقوى. الكلام اللي قلته هذا اللي راح قطره بسيطه جدا من موضوع الستروك او الجلطه، لكن اتمنى انه يكون